اول وصفة عملناها لرمضان يا بنات، وصفة كنت متحمسة لها جدا جدا. ليه؟ لان انا من النوع اللي انا بحب الجبنة القريش يا بنات، فديت اكتر حاجة تحافظ على الجبنة لحد ما يجي رمضان. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى يا بنات ادخلوا الفيديو متحمس جدا، حلو قوي، هيفيدكم كتير. يلا بقى نسموا الله ونصلي على رسولنا الكريم. بصوا بقى يا بنات، انا جبت ما شاء الله تبارك الرحمن 7 كيلو لبن. تمام، جبت البريمه بتاعتي ديت، غسلتها كويس جدا وبدات افضي فيها اللبن بتاعي، وانا جايباه من عند اللبان لسه دلوقتي يا بنات طازه. هفضي كده على قد ما يعني على قد ما يكفي الطواجن اللي معايا دي كلها، ما شاء الله تبارك الرحمن. وشوفوا بقى الكارثه اللي حصلت لي يا بنات، والله العظيم حاجه يعني استغفر الله العظيم. لما تكوني دافعه في الكيلو لبن 35 جنيه الكيلو عندنا هنا، وشوفي بقى الكارثه اللي حصلت لك فيه، على اساس انت بقى تعملي حته جبنه كده نظيفه انت ضمناها في البيت، انت اللي عاملاها. لا 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 لا، ما عادش في حاجه مضمونه للاسف اليومين دول، الا من رحم ربي يا بنات. انا قاعده بقى فرحانه بقى، قلت بقى يا بنتي يا مسك بقى هتملي بقى البيت كله خير كده وروايح وقشطه وجبنه بقى، والدنيا هتبقى ايه معاكي بقى، تحسي بقى بروايح زمان كده. انا مش عارفه مين اللي بعت لي رساله، بس يلا. بصوا بقى يا بنات كده، حسيت ان اللبن ده كان فيه حته عفرايه كده، فبدات اصفيه كده عشان تنزل فيه في المصفى الصغنونه دي. اصبروا بس كده على رزقكم يا بنات، هتعرفوا اللي حصل لي ايه وهتفهموا كل حاجه، عشان تعرفوا ان الزمن ده ما عادش فيه خير للاسف. اما تكوني انتي رايحه جايبه لبن بالشيء الفلاني وتلاقيه بالكارثه اللي انا شفتها ديت، والله العظيم هقول لكم ايه، اقول ايه في الوقت اللي انا فيه ده حاليا. اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا بصوا، انا دلوقتي اللبن جهزته معايا. طبعا الشوالي انا ما سخنتهاش، بس انا دفيت الفرن. شفتوا انتوا شايفين الفرن جاي ده يا بنات، انا دفيته شويه وبدات احط الطواجن بتاعتي في الفرن. تمام، بعد ما دفى بقى سخن، تمام، حطيت بقى الطواجن بتاعتي وقفلت بقى الفرن عليهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قبل بقى ما اقفل بقى الفرن كنت مغطيه وش الطواجن بالفويل، بحيث ان ما يوقعش فيهم حاجه كده ولا كده. تعالوا بقى شوفوا يا بنات الطواجن بعد ما طلعت. بصوا يا بنات، انا عملت الصينيه دي مكان الطاجن، لان الطاجن لقيته مخروم وبيخر اللبن على العرصه بتاعه الفرن. تمام، بصوا بقى، شوفوا بقى يا بنات، شوفوا كميه الشرش اللي طلع، شوفوا يا بنات كميه الغش اللي موجوده في اللبن، شوفوا الميه، شوفوا انا بقول لكم ايه، انا بتحسر. شوفوا الميه قد ايه، فين وش اللبن، مع ان انا طلعته من الفرن وحطيته يوم كامل في التلاجة على اساس ان الوش يبدا يظهر. بصوا منظر الشرش يا بنات. اللبن اللي بخيره الاصلي عمره ما يعمل الطريقه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات، لا بيبقى خاتم قشطه ولبن، وبيبقى فيه نسبه ميه، بس ما يبقاش بالطريقه دي. ده لبن صايص، لبن تقريبا كده نصه ميه، يعني الكيلو قصاد كيلو ميه. شوفوا المنظر يا بنات، ده يرضي ربنا، المنظر ده يا بنات. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. بصوا بقى يا بنات، انا هطلع كده بقى القشطه اللي هي مش قشطه اساسا، المهم يعني انا طلعت القشطه. والله يا بنات انا ما كنت هنزل لكم الفيديو ده، بس فعلا انا زهقت وتعبت حرفيا. والله انا تعبت يا بنات والله بجد، لان انا نفسيا اتدمرت بسبب الفلوس اللي راحت على هي ما راحتش على الارض، هو اتعمل بس. يعني الحاجه اللي كانت هتديني مثلا 3 كيلو، لا اعطتني 2 كيلو، اعطتني كيلو، فكان ده حرام يعني، ده ما يرضيش ربنا ورسوله. صلوا على رسولنا الكريم يا بنات كده، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعل الايام اللي جايه مفترجه علينا جميعا يا رب، وكل اللي ليه امنيه تتحقق ان شاء الله. بصوا انا حاولت اطلع بقى القشطه، ماشي تمام، ومسكت بقى اللبن. تعالوا شوفوا هنعمله ايه. معايا مصفى كده يا بنات، والمصفى دي انا هحط فيها حته شاشه بيضه كده نضيفه تكون عندكم فله، تمام، عشان نصفوا الايه الشرش ده كله، الشرش الكتير ده. شوفوا 7 كيلو لبن، شوفوا صفوا عليه. بصوا شايفين المنظر، انتوا شايفين المنظر. والله العظيم انا حاسه ان انتوا لما تشوفوا الفيديو ده باذن الرحمن هتتضايقوا زيي، بس رك ما تتضايقوا حطوا لايك على طول، اللي تتضايقوا تحطوا لايك، هافهم ان انت متضايقه وزعلانه عليا،
وزعلانه على الفلوس اللي راحت على الارض دي. ماشي. وعدي بيني وبينكم ان اللي تتضايق وزعلانه عشاني تكتب لي في كومنت في الفيديو وتعملي لايك. انتوا شايفين انا بوريكم بس منظر الميه الكتير اللي نازله من اللبن. استحاله لبن يكون جاموسي بالمنظر ده. بص دي شويه القشطه اللي طالعه، ده اللبن. شوفوا بينزل ميه، كميه ميه فظيعه. طبعا هنسيبوه يوم كامل لحد ما يتصفى يبقى بالطريقه اللي شايفينها دي. ولو عندك حاجه تقيله حطيها عليه، بحيث ان انا مش عايزه ميه خالص في الجبنه دي يا بنات. دي تاني يوم على طول، يعني انا صفيتها وحطيتها تتصفى وحطيتها في التلاجة على حاجه تقيله كده يا بنات لحد ما اتصفت بالمنظر ده. هحط لها كده يعني ايه بتاع معلقه ونص ايه ميه، إيه لبن ايه، اللهم صل على النبي، استغفر الله العظيم. معلقه ونص ملح يا بنات. ماشي. هبدا بقى اعجنها بايدي كده لحد ما اللبن الملح يدوب معايا خالص، يعني خليه كده ما يبقاش فيه حته فيها ملح وحته لا، كله يبقى خليط واحد كده يا بنات. جينا ننضفه حوالينا كده بعد ما دعكناها كويس كده. هنجيبه بقى ايه الجبنه بتاعتنا وطبق نضيف كده يا بنات، ونبداوا بقى نسموا الله واوريكم بقى الوصفه اللي هتنفع معاكي. ان الجبنه القريش يا بنات اخرها خالص 4-5 ايام في التلاجة، لا ده هيقعد معاكي 15 يوم 20 يوم كده، يعني هينفع معاكي في ايه في رمضان، وهيبقى تحفه جدا على فكره. من الوصفات الخطيره خطيره اللي انا بصراحه بحبها في رمضان. بس مش اللبن بتاع اللبن ده، اللبن اللي هو الفلاحي الجاموسي التقيل اللي تاخدي خيره كده. ما شاء الله عندنا واحدة الله يبارك لها في حاجتها يا رب، ويزيدها دايما يا رب على امانتها، وما بتغشش اللبن صراحة. بصوا بقى يا بنات، انا هبدأ بقى كده احط شوية زيت في ايديا وابدأ اكور الايه الجبنة ديت. حتة جبنة نظيفة كده، ولا جبنة جايباها من بره، ولا علب، ولا الحوارات دي. خليكي عامله حاجتك بنظافه في البيت وكمان انت يعني البيت هيتملى خير كده يا بنات، والله العظيم قشطه ولبن وحاجات الحلوه ديت. بصوا بقى يا بنات انا بدات اكور فيها كده. عايزاكي بقى يا ست الكل، لو انت لسه شايفه قناه مسك جديد يا ريت بالله عليكي تحطي لي لايك، تمام؟ وكل سنه وانت طيبه. اما انت بقى لو انت مشتركه معايا في القناه بالله عليكي حطي لايك من ايديك الحلوه دي، وانت كل سنه وانت طيبه، بعود عليكم الايام بخير يا رب. بصوا بقى يا بنات انا حطيت كده مناديل على الرخامه بتاعتي، تمام؟ لان انا عايزه اجففها كمان بحيث ما يبقاش انا مش عايزه فيها ميه خالص، انا عايزاها كره كده جبنه ماسكه نفسها، ما يبقاش فيها كميه ميه كتير. بدات الكاميرا بتاعتي تعمل تاني. رصيتهم كده بطريقه عشوائيه، مش لازم ترتيب عادي خالص يا بنات، بس المهم ان انا احط مناديل من تحتيها كتير، يعني بتاع طبقتين مناديل كده يا بنات بالطريقه اللي شايفينها دي. لايك بقى من ايديك الحلوه يا بنات، وتصلي على رسولنا الكريم كده، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعيني فيه، وتقولي لي انت بتتفرجي عليا من اهل بلد. وتشوفين يعني تقولي لي كده احنا بنعمله كذا يا مسك في رمضان. قولي لي على وصفه انت بتعمليها وبتحبيها قوي في رمضان، وقولي لي عليها على وصفتك ديت وانا انزلها لك واعملها، وتشوفيني انا بعملها احلى ولا انتي، وتشوفي انا بعملها مظبوطه ولا انتي، ونعمله تحدي مع بعض يا بنات. بصوا بقى يا بنات انا كده حطيت طبقه مناديل من تحت وطبقه مناديل من فوق بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت كده. بقى هسيبها كام؟ هسيبها ساعتين 3 على حسب بقى ما تلاقي المناديل ايه نزل منها ميه كتير. بصوا الكاميرا بتاعتي ما ينفعش تحطي حاجه بيضه او حاجه لونها فاتح كده، لازم تحطي معلقه كده جنبك عشان تكسر معاكي وتتظبط. هقول لكم ايه بس تليفون بعافيه، بس يلا ربنا يصلح لنا الحال ونجيبه تليفون جديد. بصوا بقى يا بنات كده، بصوا مناديل بصي بقت عامله ازاي، كلها اتبلت كده، تشرب كده الميه منها وما عادش فيها تفتوفه ميه. نبداوا بقى نحطوها كده ببرطمان متعقم وفله، وبرطمان نضيف كده وزي القشطه. ايوه كده عسل. خلاص كده بدأت تعبي كده البرطمان ده، ما شاء الله الكميه كانت حلوه يعني. بس لو اللبن ما كان يعني اللبن لما ما كانش مغشوش يا بنات كانت عطتني كميه اكتر من كده. بس يلا اللهم لك الحمد.
خلاص كده بقيت الكميه هحطها في العلبه ديت. تمام كده ايه، عملت لي البرطمان ده وعملت لي العلبه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. خلاص بقى كده يا بنات احنا عبينا كده العلبه والبرطمان بتاعنا. هنشيله بقى الحاجات دي كلها ونظبطه ونجيبه بقى زيت زيتون، بس يكون زيت زيتون نوعيه كويسه يا بنات. هنغرجه بقى الايه العلبه دي زيت زيتون بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. كده البرطمان انا مليته ماشي، والعلبه برضو نفس الكلام هغطيها بالزيت زيتون. العلبه دي هنسحبه منها يعني الايام دي قبل رمضان ان شاء الله. اما البرطمان ده فانا مليته للاخر كده عشان هنسحقه، هيفضل لحد رمضان معايا. بص يا بنات 20 يوم تفضل معاكي في التلاجة، ما يجرالهاش اي شيء. ما تحطهاش بره، حطيها في التلاجة يكون اضمن لك. تمام. العلبه دي انا ما كترتش فيها زيت يا بنات عشان هناكله منها اليومين دول. تعالوا بقى شوفوا الجمال، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده عسل. تعالوا بقى نفتحوا كده العلبه ديت وناخدوا منها واحده كده او اتنين وندوقوها بقى ونشوفوا الجمال. شوفوا الجبنه الكريمي زبده، هي كانت طعمها جميل صراحه يعني، والله العظيم جبنه جميله. بس يعني اللي انا قلت لكم عليه بقى في اول الفيديو. بصوا يا بنات، دي نوعيه زيت زيتون تحفه جدا يا بنات صراحه. بصوا ما شاء الله دايبه بنات دايبه، والزيت الزيتون بيحافظ اساسا، هو فيه ماده حافظه بيحافظ على الحاجه. يلا بقى جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واسيبكم في رعاية الله. سلام.